السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرحم والدين شي حد يشرح لنا مرحبا الحالة بكم هذه. فيديو جديد. يلا وصلت دابا طليت على المحل كيس هاد اليوم غنشاهدوا كيفاش الصندوق خارج في الباب يمكن بحال لنا هكا، نديروا قسمة ديال خلية واش هذا استعداد لعملية التطريد اللي اولا غير الصهد. تقريبا كاين عندنا خلية اللي شي مجيشة 27 مزيان 30 درجة دابا كما الحرارة. تشوفوا دابا. هاد الخلية شحال اليوم ديال التطريد ولا شنو؟ لقيتها خارجة على برا، معنى علمنا حدايا صندوق المحل خارج على برا، دابا قدام عقاو الباب ديال الخلية وباب. فيه جوج اطارات ديال اليوم الشمع هاد من فوق. العشي ما عرفتش شنو واقع 12 ونص. الحرارة كانت نقولوا لنا بين واش 29 و 30 درجة. أنا نصحاب لنا عملية ديال التطريد. صيفط المجموعة واحد المجموعة ديال الواتساب اللي فيها مجموعة من النحالين اللي نصحوني بأن أحسن طريقة خصها دار هي القسمة، سينو غادا تطرد ولا طردات ميمكنش الدوان فين غادا تحط. اللي ما تعرفش شنو هو التطريد، هي ملكة الأم أو ملكة جديدة تخرج وتتبعها مجموعة ديال النحل اللي تقدر تقسم لك الخلية اللي عندك على جوج. ولما كنتيش مراقبها وكنتي قريب ليها وشتيها ملي خرجات تقدر تمشي لك، وفي هذه الحالة غتضيع في النص ديال الخلية. اليوم اضطريت من بعد ما غربت الشمس ضروري خصني ندير عملية قسمة باش نصوفي هاد الخلية ما تضيعش ليا. كما تشوفوا القسمة اللي تندير هذه ثاني مرة غنديرها ولا ثالث مرة غنديرها. انا تنقسم بلا ما نقلب على الملك. باش الخلية تناخذ منها 2 كوادر ولا 3 بالنحل ديالهم وتنحولهم لصندوق جديد اللي بيان سور فيه كوادر اللي فيهم الشمع ممطوط. الشمع ممطوط هو الشمع اللي فايت خدام، كان فيه العسل وتساس منه العسل وبقى غير الشمع بوحدو، تتعاود تردو الخلية تتعاود تخدم به. في هاد الحالة النحل ايفيتي يعاود يبني جديد الشمع من جديد. هنا تتعاون يعني ديك التماره اللي غيضرب هو باش يبني الشمع تلقاه كاين عندك، سيرتو ملي تكون بحال غير طرد ولا قسمه صغيره. من الاحسن تعطيه الشمع تيتسمى شمع ممطوط او شمع مبني. كما تشوفوا دابا هنا هذا الاطار الاول الشمع بالنحل ديالو فيه شويه العسل وحضانه مغلوقه. حضانه مغلوقه هي نحل اللي غيخرج عن مقارب، وفي هذه الحاله غيكون في الخليه الجديده. يعني واخا يكون النحل الكبير يقدر يخرج ويعاود يرجع للام ماشي مشكل، هذا النحل اللي تيخرج هنا تيبقى هنا. تشوفوا هذه الخليه شرسه جدا عندي هنايا. درت واحد القسمه قبل ما نصور هذا الفيديو، درت قسمه اخرى النحل هادئ جدا. هذا العكس ديال هذاك تماما. كما تشوفوا مازال غيبان لكم النحل غيتجمع على الكاميرا. هنا غادي نزيد الاطار الثاني اللي فيه تا هو شويه العسل من الفوق، حضانه مغلقه وحضانه مفتوحه مخلطه، من تحت كلها بقى حضانه مفتوحه. تشاهدوا دابا جبنا 2 اطارات النحل ديالهم، وضروري من التدخين. مكانش تدخين ما نقدرش نخدم. كما تشاهدوا دابا ملي تندخل النحل تيعاود يهبط لتحت، على الاقل تيخلي لك الكادر منين تشدو، سينو راه ما يمكنش الا غتبقى تبغى غير جبد النحل تما. فيما دير يدك غتشد النحل غادي تزيد تهيج الخليه اكثر ما هي هايجه. هنا كانت خليه تبارك الله عامره بالنحل. كان عندي 2 الحلول، يا اما نقسم يا اما دير الهوس. هذا الاطار الثاني. الهوس هو تدير صندوق اخر فوق من هذا
تتولي خلية عندها جوج صنادق واحد فوق واحد باش تلقى الاتساع ديالها فين تخدم متبقاش مزاحمة وما تطردش لك. ولكن على حسب ما تيقولوا الدراري الا مشات تقرب طرد واخا ما بغاش دير لها غادا تطرد. نجي تشوفوا دابا هنا 3 اطارات بالمحل ديالهم. كاين تما اطارات اللي مبنيه حاطهم ديجا تما. هذا اطار فارغ فيه غير باندا ديال الشمع من الفوق. صراحة أنا ما عام الأول ما عجبنيش الشمع الشمع الأساس. ربما خديت شي ماركة مزياناش عفوا. وكاينين بعض الأصدقاء اللي خدوا من عندي العسل اللي تيقولوا الشهدة تكون طبيعية. هادشي علاش ايفيتي كاع ندير داك الشمع الأساس. شوف الإطار تندير فيه غير باندا فوق فين يشد فيها وتيهبط على السك ديريكت. تكون الشمع طبيعي بالعسل ديالو. كاين الاخوان اللي خدوه من عندي بحال هكا عملوه. فوالا هنايا تنحاول نقاد المسافات النحليه بالاطارات. هنا الفيديو كانت الدريه بنتي اللي شاده لي التليفون. هنا تتشوف هي تكتشف المحل اللي تجمع لها. هنا 4 ديال الاطارات اللي خديت. كيما تشوف ديما الشمع الاساس غير باندا من الفوق. وخلاص هذا شمع اساس مبني. من الخلية حيت منها 4 ديال الكوادر وزدت 4 ديال الكوادر فيهم 2 مبنيين و2 اطارات غير الباندا ديال الشمع الاساس. هنا ضروري الحفاظ على المسافة النحلية بين الاطارات. هنا العملية قربت تكمل. هنا شوية ضروري من الدخان قبل ما نشد على الخلية. الدخان دابا كان الدخان دابا المحل تيهدا شوية. لا الخلية طرد جديد أو القسمة هي موجودة. الله يسر لينا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.